مساء الفل عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى المسلمي. النهارده بقى نعمل مع بعض صينيه جلاش باللحمه المفرومه بس خطيره. تاني صينيه الجلاش دي اول حاجه لما بيكون عندنا عزومه بنعملها لازم. يلا بينا اوريكم عملتها ازاي بقى بطريقه سهله وبسيطه. بص، انا هنا جبت نص كيلو من اللحمه المفرومه، بحب اعصجها لحاجات كتير، وفلفل رومي وبصلتين كده كبار 3، حطي زي ما انت عايزه، وملح وفلفل وبهارات لحمه 7 بهارات، وبابريكا، ومعلقه نص معلقه سكر كده، ومكعب مرق. السكر ده بيبقى حلو قوي في اللحمه المعصجه، نص معلقه بيبقى طعمه رهيب. جربوا كده انك تحط نص معلقه سكر، بتبقى تحفه. بس هنقطع بقى بصلتين 3 زي ما انت عايزه، كتري في البصل، هيسكر اللحمه ويضاعف الكميه معاكي طبعا عشان الاسعار احنا عارفين. بس واول ما البصل يدبل كده سنه، هننزل عليه بقى بالبهارات اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي ايه؟ ملح وفلفل، معالق بقى معالق صغير، ملح وفلفل وبابريكا والسبع بهارات، بس متكتروش من السبع بهارات عشان ما تمررش، ومعلقه سكر ومكعب مرقه. هننزل كل ده على البصله، وبعدين هننزل باللحمه. انا جايب، انتي بقى ممكن تعصجي كيلو اكتر براحتك. انا هنا عصجت نص عشان وبشيله بينفعني، يعني الصينيه مش هتاخد نص كيلو اكيد. فاللحمه المعصجه دي بتنجز وبتبقى رائعه، يعني لما بتخلص بجد بتبقى حلوه قوي، ما بيبقى عندك لحمه متعصجه في الفريزر. هنقلب بقى كده كله حلو قوي، البصلة على اللحمة وعلى البهارات، نقلبها. هي مش ما بتقعدش كتير على النار، يعني اخرها 10 دقايق وبتكون مستوية جدا، وفي ثانية بتستوي. بصوا اهي، خلاص كده فاضلها ايه بتاع دقيقتين. ننزل كده الفلفل الرومي عشان يبقى ايه ما يتبلش قوي برضو، يبقى فيه ايه سنة قرمشة كده واحنا ايه في اللحمة المعصجة. بس كده يعتبر خلصناها بقى. هناخد اهي تهدى بس شوية كده، ونعمل بقى الجلاش. اول ما تهدى نحضر بقى الجلاش كده. انا جبت صينية بايركس ودهنتها حلو جدا بالزبدة، زبدة سمنة زيت اللي انت عايزاه. اهو بص، انا مش كل رق ورق هتلاقوني بحط ايه زبدة، مش بحب الصينية تبقى دسمة قوي. لا خلاص كده احنا ايه يعني كل رقين 3 ومش عايزين، خلاص اكتفوا اول الصينية واخر الصينية وخلاص. انا كده حطيت رقين من الجلاش. هنفك بقى الجلاش كده بالراحة عشان ما يتقطعش. وياريت بقى الجلاش يبقى صابح، يعني نجيبه من عند الراجل اللي هو بيبيع الكنافة، اللي هو بتاع الفطير، بيبقى عنده الجلاش صابح كده. لو ما فيش بقى امكانية، خلاص هاتيه بقى اللي هو بتاع المصانع اللي في السوبر ماركت ده، بس بيفك تماما، هيبقى معاكي زي الفل ان شاء الله. بصوا انا هنا بحط 5 فوق، وبعدين احط اللحمة 5 فوق 5 من تحت كده، وبعدين بحط اللحمة و5 زيهم، يبقى ايه 10 وحدات كده، بتبقى حلوة أوي. ممكن 6 و6 براحتكم بقى، اللي انتوا عايزينه. هكتروا عن كده براحتكم برضو. اهو بصوا هنحط اللحمة كده. اللحمة المعصجة برضو يا جماعة، ما بنعمل كمية كده ونشيلها في الفريزر، بجد بتفرق وبتبقى منجزة جدا، يعني هتنفعنا في حاجات كتيرة. هصور لكم فيديوهات اليومين الجايين بيها، هتلاقوا الاكله خدت 5 دقايق وخلصت اما بتبقى اللحمه متعصجه. انا بقى حطيت الكميه اللي انتوا شفتوها دي. ممكن عايزين تحطوا جبنه موتزاريلا عليها حطوا، مش عايزين بقى براحتكم. بس هحط بقى ايه، انا قلت 5 فوق و5 من تحت كده. هنعمل كله نفس الكميه. خلاص انا كده ايه يعتبر خدت ال5 اللي فوق، وحطيت من تحت ومن فوق زي ما احنا اتفقنا. هقفلها كده بقى من الجوانب، هوريكم دلوقتي. عايزين تسيبوها كده عادي مش هتفرق، يعني انا بحب ايه اتني كده الطرف، ايوه، عشان يبقى كلها ايه ما تبقاش محروقه قوي او تاخد لون من الفرن ما يبقاش حلو. هنقفلها كده اللي هو من فوق بس من الجوانب كده بس. وطبعا لازم الجلاش قبل ما يخش نقطعه التقطيع بقى اللي انتوا عايزينها، سمبوكسات، مربعات زي كده، براحتكم خالص بالراحة. ولازم السكينة توصل لاخر الصينية، علشان ايه اما نحط اللبن تبقى حلو.
بعد ما قطعتها كده بالشكل ده. انا ما بحطش بيض طبعا، انتوا عارفين. انا بحوش بقى القشطه دي، او انتي تشتري قشطه براحتك، مش عايزه خالص حطي لبن واستكفي على كده. دهنت كده وشها قشطه وحطيت كوبايه من اللبن، ممكن اقل كمان والله، ما خدتش الكوبايه كامله من غير بيض. انا ما بحبش البيض يعني، اي حاجه فيها بيض ما تلاقينيش انا وهي اعداء. عايزين برضو انتوا تحطوا بيضايه على كوبايه اللبن مع سنه فلفل اسود تمام. عايزين زي كده كوبايه لبن، عندكوا قشطه حطوا، ما عندكوش خلاص. وهندخلها بقى على درجه على يعني هنسخن الفرن على درجه حراره 180، ونحطها بقى. هتطلع معانا بالشكل التحفه والطعم الرائع. يا ريتكم كنتوا معايا بجد، كانت رهيبه. واللي فوق بقى مقرمش كده، واللي تحت طري. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهارده.